اكتر اخطاء بتضيع فرص الفريلانسرز وازاي تتجنبها. لو بدأت شغل حر او ناوي تبدأ، في شوية اخطاء صغيرة ممكن تضيع منك فرص كبيرة جدا. في الحلقة دي هقولك على اكتر الاخطاء اللي شفتها بنفسي ووقعت فيها، واللي بتخلي الفريلانسر يضيع فرص او يخسر عملاء بسهولة، وهنقول كمان ازاي تتجنبها وتبني سمعة قوية في مجالك. انا محمد اسامة، وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. الخطأ الأول إنك تستنى الفرصة بدل ما تسعى ليها. كتير بيقعد يقول لما حد يطلب شغل هديله شغلي، لما الفرصة تيجي هكون جاهز. لازم تسعى بنفسك، تعرض شغلك، تدور على الفرص وتتكلم عن نفسك. الفرص مش بتيجي للناس اللي مستنية، بتيجي للناس اللي بتتحرك. اللي بيسعى هو اللي بياخد. الخطأ التاني، تشتغل من غير اتفاق واضح. في ناس بتبدأ تشتغل قبل ما العميل يوضح اللي مطلوب أو يتفقوا على سعر، بعدين يحصل سوء تفاهم والعميل ممكن يرفض يدفع أو يطلب تغييرات ملهاش نهاية. الحل، اتفق كتابيا، حتى لو رسالة واتساب واضحة، ايميل بسيط جدا. حدد عدد التعديلات ووضح السعر النهائي وميعاد التسليم. دي مش رسمية زيادة، ده احتراف. الخطأ التالت انك تقول انا بعمل كل حاجة. في البداية بتحاول تكسب اي شغل، فبتقول بعمل سوشيال ميديا وبعمل براندنج وبصمم مواقع وبمنتج، بس ده بيخلي العميل يحس انك مش متخصص. الافضل تختار حاجة او حاجتين من التخصصات دي وتكون مميز فيهم وتعرف تسوق لنفسك بيهم. الخطأ الرابع، تقديم شغل عادي او مكرر. كتير بيقدم شغل شبه اللي في السوق، مفيهوش اي بصمة شخصية. العميل مش عايز بس تصميم شكله حلو، عايز حد فاهم هو بيعمل ايه. اسأل العميل اكتر عن مشروعه، افهم جمهوره، قدم حلول مش بس شكل. ده اللي بيخلي العميل يقول انا عايز اشتغل مع الشخص ده تاني. الخطأ الخامس، تتجاهل التواصل. انت خلصت التصميم بس ما ردتش على العميل في الوقت اللي قالك فيه، او اتأخرت في الرد على رسالة، او اتسحبت لما حصل سوء تفاهم. صدقني التواصل اهم من الشغل نفسه. العميل بيحب اللي بيرد بسرعة، اللي بيوضح، اللي بيفولو اب معاه باستمرار. الخطأ السادس، عدم التطوير الذاتي. في ناس بتتعلم الأساسيات وتفضل شغالة بيها سنين. السوق بيتغير والعميل بيشوف الجديد كل يوم. لو ما طورتش من نفسك هتبقى كويس دايما، بس عمرك ما هتبقى مطلوب دايما. خليك دايما بتتعلم أدوات جديدة، ستايلات جديدة، حتى مهارات تانية حوالين مجالك. الخطأ السابع، إنك تشتغل تحت ضغط وتوافق على كل حاجة. اللي يقول على كل مشروع هيتعب وهيحرق نفسه. لازم تتعلم تقول لأ للمشاريع اللي مش مناسبة أو العملاء المتعبين. الجودة أهم من الكمية، وسمعتك أهم من فلوس سريعة وكتيرة. كل فريلانسر في بدايته بيغلط وده طبيعي. المهم إنك تتعلم من كل تجربة وتبني شغلك صح من البداية. لو بدأت تتجنب الأخطاء دي هتلاحظ فرق في طريقة تعاملك مع العميل ومع نفسك وفي جودة عملائك وحتى في دخلك. قولي في الكومنتس ايه اكتر مشكلة واجهتك في الفريلانس، واستناني في الحلقة الجاية عن ازاي تسعر شغلك بذكاء كمبتدئ. ابدأ صح واغلط بسرعة، بس اتعلم اسرع.